بس بعد الاتهامات هذه انا ما رح اكلمك بقيه اليوم، اوكي؟ خلص روحي على مكتبك اشتغلي وما في فطور. صرنا قد ايه؟ صار له 15 رمضان. ايه ولا لسه ما عزمتك ولا عزومه؟ صح، يا الله علي قد ايش انا يعني شنيعه. مو معقول، غير مقبول. هذا والوعود اللي قاعده بتعملنا هي انستا ستوريز اللي قبل رمضان وافطارات وبيتي واهلا وسهلا. حتى اليوم شفت معي قالت لي فكنت انا بقدم لك شفت لي سمك. كنت كثير ناشفه معي اليوم وانا شوي عشان انا محرجه من موضوع العزيمه بحاول اتهرب. لا دونت وري حبيبتي، احنا مش هالقد كثير يعني بنعمل ضغط على بهذا الحوار. انا عشان العزيمه استحت مني يعني انا فعليا عندي نص عم مكتوب. موجز الإخباري سارة دندراوي معكم وتفاعلكم، ولكن هذا المساء. مساء الخير يا سارة. اهلا يا نادين، واخيرا شفناك في شفت الليل، يعني صرنا ولكننا بانتظار، ما زلنا بانتظار الإفطار أو السحور مثلا. فضايح على الهواء. خلاص حاعزمك يا نادين، حاعزمك، شكرا لك. على العموم تنضم إلينا عبر زوم من القاهرة الفنانة إنجي المقدم. أهلا فيك معنا يا إنجي. وانت تعرفي أنا طبعا منحازة لك دائما بشكل شخصي، ولك وحشة طويلة طولتي علينا في دبي. سارة وحشتيني قوي قوي قوي. انت بالأكثر. جدا وكل جمهور العربية وبرنامج تفاعلكم، وأنا كمان مستنية عزومة الفطار أو السحور على فكرة. كترت علي العزايم، بس يعني على العكس والله أتمناكم كلكم معانا تكونوا موجودين.